مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. بس اكيد مو برات البيت، رح يكون جوات البيت. بس هلا رايحين نجيب كم غرض مشان الطبخة. اليوم بلشينه متأخرين الفيديو، فرح يكون روتين بالبيت. رايحة اجيب كم غرض للطبخة، وبعدين رايحة مع ألما رح تروح تشتري سوشي، حابة اليوم تتغدى هيك. خليكن معي. بس قبل ما نبلش بالفيديو اعملوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. شايفين اليوم الجو نار، مشان هيك قررت انه اعمل روتين بالبيت. صرنا زمان ما عملنا روتين بالبيت، فخليكن معي وشوفوا شو في رح اعمل، شو رح نساوي، شو في شغلات حابة فرجيكم اياها. فهلا ألما مرضي يعني تحكي. المهم حابة لكم على الطبخة اللي رح اساويها، يعني شوي شوف. بس رح اعمل اليوم مجدرة، ما بعرف جاي عبالي كتير مجدرة الرز، فرح اساويها. وبعد هيك رح نكمل في الروتين. ما بلشنا من الصبح، بلشته من بعد الظهر. هلا الساعة تقريبا صارت 4:30، يعني شوي بيكون برد الجو. وصور لكم نشوف شو رح نعمل، شو رح نسوي. هلا جينا ناخذ لألما سوشي، هذا هو المحل. فهلا عم بستناها، الريحة كتير بس هي بتحبه، فرح اجيب لها اياه. هذا هو المطعم، شايفين؟ بس هي ما رح تاكلها هون، رح تاكلها بالبيت. فهلا رجعنا جبنا البطاطا هاي، كمان جبت هاي، شايفينها بتجي شمندر وبطاطا حلوة. في هاي كمان ما بعرف شو اسمها هاي. فهذا هو، هذا الشيبس عادي. جبت كمان 2 خس، جبنا هاي الكولا 7، جبت ايس تي. طبعا مرينا وجبنا مثل ما شايفين. هذا هو السوشي. شو ألما تشجعوا تاكلي؟ فانا نسيت اصور لكم. هون حطيت، شايفين هاي المجدرة، خليني بس نوصل الغاز تحتها. وهاي سلطة، شو في عندي حطيته، رح اعمل السلطة. والله نسيت اصور لكم لانه جينا شفتوا صورت لكم دغري الاغراض وبلشت طبقت الطبخة. فهاي رح ساوي هلا السلطة. وألما أكلت السوشي بس عم تقولي ما حبته كتير، يعني نص نص. فهلا تستنى الرز ليصير، بدها تاكل مجدرة غيريات رأيها، فرح تاكل مجدرة. فرح كفي الطبخة، كفي لكم روتين لليوم. مثل ما انتم شايفين لقيت عندي، ما بعرف هذا المخلل جابه جوزي، ما بعرف كأنه مشوي، ما بعرف، هاي أول مرة رح أجربه. في هذا المخلل العادي، وهاد اللفت هلا رح افتحهم. طبعا مثل ما شايفين البيت ما فيه شي، نظيف مرتب، يعني مو بحاجة لأنه كتير. بس هلا رح اخذكم معي على الطابق الثاني وفرجيكم شو رح نعمل. في شغلة بدي اعملها واسألكم وهلا مثل ما شايفين جهزت المجدرة، هاي هي، حطيت البصل عليها كمان، وهاي المخللات والسلطة. هلا رح اكل انا وألما، لانه جودي قالت لي انه رح تاكل هي وليلي، رح يشوفوا فيلم. رح نتغدى ونكفي الروتين. وهلا جودي جبت لها لماما هدايا، جابت لي هدايا. يس يلا نفتح. جبتها عجبتني بس ما بعرف شو، فجبتها لماما. امبارح انا شفتها هاي، كنت بدي اجيبها. كبينا على الطاولة. يلا مو مشكلة، انا بدي شلون ما احلاها، كتير عجبني شكلها. شايفين هاي هي شجرة شو هاي؟ ما بعرف، كرمنتينا او شي. اوكي بس حلوة، يسلموا. الهدية الثانية جبت لها هديتين هون، جبت لها حلقات قلوبهم
عشان انا بنحبها انهم هيك هيك. حلوين. وجبت لها هذا يعني حب للعطول للفور ايفر. ايه يسلموا. فهلا انا راح اشتغل بفرجيكم هلا هاي شو رح نعمل وكيف رح نكفي الروتين. اوكي هلا حطيت هدول هون شايفين. هاي الزريعة اللي جابتها جودي. هاي خليني اشغل بس الضوء. شايفين عندي هاي ماتت. هاي كانت وردة وفي هون كانت اللهم صل على النبي شو كانت ونسيت اسمها. المهم يعني التنتين هدول ما بعرف ليش ماتوا بس شو هاي شايفين. هاي ما شاء الله هاي كبرت. فهلا بدي احط هدول الصغار بس الصغار رح احطهم بهاي وهاي رح احطها شي اكبر شي تاني. فهلا خليكم معي. حطيت هذا الكيس مشان ما يتوسخ وارجع كنس ونظف يعني. بس شايفين هيك بتطلع منظرها كتير حلو. ما حطيتها برا لانه شايفين الجو اكيد رح تموت. فهي الوردة نفسها في منها تحت شايفين هنيك تحت قدام الباب في نفسها لهي الوردة. بس ما بعرف شو القصة ليش انه ماتت. يمكن من الشوب اتوقع. هذا البحر قدامنا شايفين من البلكونة بشوف البحر. الجو بلش يغيم. اتوقع انه يصير مطر. امبارح كان في مطر بس يعني يوم عم بتمطر عم بيصير الجو ضغط اكتر. بس لا والله هلا في نسمة باردة. اوكي هلا قعدت بالارض جبت هاي شايفين عندي هاد على الاغلب بحط فيه هاي الشجرة او بهاي ما بعرف هلا رح شوف. وفي عندي هاي تجي هيك دوائر تحطيها وتحطي عليها المي بتنفش. ما بعرف قالولنا انه كتير منيحة فرح اجربها كمان. وبلش هلا احطهم وفرجيكم اياها بالنهاية كيف رح يطلعوا. وانهي الفيديو بصراحة لانه كتير رشحت ورشح بالصيف كتير صعب. كتير 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 صعب يعني شوب ورشحة ما بعرف يعني. الله يشفي كل مريض امين. خليني كفي وخلص وروح اخذ الدواء ونام. هذا هو شكله هيك بيجي شكله. هذا بتزرعي فيه بتحطي فيه عليه مي تشي مي تبخيه وتزرعي فيه. فانا ما راح احطه كله من هون راح اخلطه مع هاي التراب. انا هاي التراب مسمديتها سماد بالبيت يعني كل شي خضرة عندي بتضل قشر البطاطا الفواكه اللي هيك شغلات بحطها هون بتصير سماد بتجنن. شايفين هديك هلا هاي اللي هون هاي زرعتها بالسماد بس هديك يمكن هذا السبب انه ما حطيت لها سماد. قمت التراب شوي عنا شايفين. انا سمعت انه بيقولوا انه لازم تشيل التراب عنا وقت اللي بدك تزرعيها. تشيل التراب عنا وتفرديها شايفه هاي الجذور تبعها وبعدين ترجعي تزرعيها. ان شاء الله يمشي الحال وتكبر. املي انه تكبر. بحب كتير منظر الخضار بالبيت. حلو يكون في هيك شجرة بالبيت. شايفين الكارثة اللي صارت. هذا التراب قمت هذا التراب اللي هون كلياته شلته وبدلته بهذا اللي هون وهذا اللي كان هاي. وقمته خلطت من هاي مع التراب وهاي الشجرة. فهلا رح اشيل هذا التراب ورجعه لهون احط له سماد السنة الجاي ان شاء الله. ورتب هديك المنطقة وظبطها وفرجيكم الفيديو النهائي. اوكي مثل ما انتم شايفين هذا هو شكله النهائي. شايفين
هاي النافورة طبعا بتشتغل بس ما شغلتها لسه. هدول حلوين الألاني، إن شاء الله تعيش وما بيموتوا. لأن الجو كتير شوق صراحة، إن شاء الله أتأمل إنه يضلوا. فأنا كتير بحب هالمنظر هاد خاصة الصبح. وهاي هو الفيديو، يمكن ما يكون طويل بس هذا هو روتيننا، ما في شي لأنه شوب وهيك، فأغلبيته بنطلع وهيك عم بصور لكم الطلعات. ولهون بيكون خلص الفيديو. لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد بالنسبة.